مساكم سعيد، معكم المنشط الاعلامي عادل العلوي، منشط الدوره التاسعه من المعرض الجهوي للمنتجات المجاليه والمنظم من الفتره 26 يوليوز حتى متى الرابع من غش. بلغه الارقام نتحدث عن مشاركه ازيد 150 عارضا يمثلون مختلف مدن واقاليم جهه الشرق. هذا ناهيك عن تمثيليه واسعه لمختلف جهات المملكه ال 12 على مساحه تزيد على 2400 متر مربع. الدوره تاتي هذه السنه في ظروف متميزه، ونبي المدينه الساحليه السعيديه حضور وازن لعدد من التعاونيات تشتغل في مجال المنتجات المجاليه. هناك تنوع على مستوى ما يعرض من مختلف الاروقه، هناك جوده منقطعه النظير، مواد طبيعيه بدون مواد حافظه، بدون مواد كيميائيه. وهذه الدوره هي ناجحه بكل مقاييس. سنوصل معكم اليوم السادس، بقي في عمر المعرض 4 ايام حتى نصدر الستار على هذه النسخه التاسعه، وهي اللي من تنظيم الوزاره الوصيه على القطاع، مجموعه من التعاونيات المدنيه هنا بمدينه السعيديه، غرفه الفلاحه، كذلك المديريه الجهويه للفلاحه، وكذلك الاستشاره الفلاحيه. الكل التأم من اجل ان يخرج المولود الى ساحه الوجود. معكم الحريزات حدا، رئيسة تعاونية نسمات باب الأطلس، جماعة بوفكران، جهة فاس مكناس. المشاركة ديالنا في المعرض الجهوي ديال الشرق ديال السعيدية، الدورة ديالو التاسعة. كان شرف لينا، وكنتمناو ان الزوار يجيو يكتشفوا المنتوجات ديال العارضين، لانها منتوجات كلها مجاليه، كلها مزيانه، كلها مرخصه من طرف السلامه الصحيه. وكنشكروا الجهه التنظيم ديالها هذه التظاهره اللي كتنفس شويه على التعاونيات وكتخليهم انهم يكتشفوا تعاونيات اخرين، لا من ناحيه التوظيف ديال المنتوجات ولا من ناحيه اكتشاف منتوجات اخرين جداد اللي كيديروا لهم تثمين. وكنتمناو ان دورات اخرى تكون احسن فاحسن. معكم جباري الحاج من اجبال التعاونيات اجبال شفشاوي. المنتوج ديالنا كيتعلق غير بالماعز، عباره عن الجبن، ضانون، فرماج. وهذا المنتوج طبيعي 100%، وقاز نجاح كبير في المنطقه الشرقيه تبارك الله، والحمد لله كاين واحد النجاح. معكم ميمونه نياش، رئيسه تعاونيه ارنان النسويه من مدينه العيون سيدي الملوك. اليوم كنا حاضرين ومشاركين بالمعرض الجهوي المنظم بمدينه السعيديه في نسخته التاسعه. صراحه معرض كان جد رائع تنظيميا، كلتا كاع الجوانب. وحتى بالنسبه لينا كتعاونيه كانت تجربه جد رائعه في المشاركه ديالنا هنايا، والعرض منتوجاتنا اللي هي عباره عن زيوت اساسيه نتاع الازير وعده منتجات اللي جديده اللي حضرنا بها في هذا المعرض. بغيت نوجه واحد النداء للزوار ديالنا. بقات مده قليله لهذا المعرض باش يغلق الابواب ديالو. كنتمنى تزورونا وتزوروا المعرض وتعرفوا على المنتجات نتاعنا. صراحه كاين عده منتجات اللي كتشرف المنطقه وكتشرف البلاد. عزيزة إسماعيلي، رئيسة تعاونية إخلاص قنفذة إقليم جرادة. تعاونية إخلاص لإنتاج الكسكس بالأنواع ديالو. بالنسبة للارتسامات ديالي حول هذا المعرض الفلاحي النسخة التاسعة، يعني تحت لنا الفرصة أننا نشاركوا في هذا المعرض بالسعيدية. الحمد لله، يعني هذه الأيامات كاين الإقبال العشية على المنتوج ديالنا، وخاصة أننا حرزنا على جوائز في ميداليه الذهبيه للانتاج ديالنا. يعني الحمد لله كان الاقبال في هذه النسخه التاسعه.